السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم. سعيد أن أنا بلتقي بكم ونبدأ حديثنا كالعادة بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم إخواننا المجاهدين في فلسطين، انصرهم يا رب العالمين، اشف مرضاهم ومصابيهم، ارحم شهدائهم وارحم أبي وجميع موتى المسلمين. هنتكلم النهارده عن اخبار النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي للمباراه القويه القادمه امام اورلاندو بايرتس يوم السبت القادم ان شاء الله، 1:00 بتوقيت القاهره، الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره يعني 5 بتوقيت الامارات. طبعا قلنا اورلاندو بايرتس فريق قوي جدا، فريق من جنوب افريقيا بيلعب كوره كويسه، عنده كوره حديثه، عنده قوه في الهجوم والدفاع وخط النص متوازن، وفريق مش سهل. الفريق ده فاز طبعا على شباب بولوزداد في الجزائر 1-0، وشباب بولوزداد من الفرق الصعب جدا انك تفوز عليها في الجزائر، ففريق قوي. مباراة مهمة ان شاء الله تكون عقبة سهلة امام النادي الاهلي ويتخطاها ان شاء الله، ونجهز بقى لمباراتنا يوم 14 في قطر امام الفائز من باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي. طيب، الحمد لله قائمة النادي الأهلي مكتملة إلا غياب بعض الغيابات، زي مصطفى شوبير إصابة شد عضلي اتحسد، ما تعرفش إيه اللي حصل بالظبط. كريم نيدفيد أسباب فنية، وكمان يوسف أيمن لأسباب فنية أيضا. طيب، قائمة النادي الأهلي اللي هتسافر وتوصل إن شاء الله منتصف الليل، توصل بسلامة الله إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة طبعا سفر طويلة جدا. هيكون قائمة النادي الأهلي أو القائمة اللي أخدها واتفق عليها كولر واخدها معاه كالتالي: حراسة المرمى الشناوي، حمزة علاء، ومصطفى مخلوف. خط الدفاع خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري وعودة أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، أكرم، مروان السلية، إمام، وعمر الساعي، طاهر محمد طاهر، أفشة، كوكا، كهربا، تاو، رضا سليم، حسين الشحات، ووسام أبو علي. طبعا عودة إمام مهمة جدا، وكل مرة وكل فيديو بنقعد نتكلم يا إمام ركز في الكورة وبس، لأن تركيزك في الكورة هيوصلك لمستوى أعلى من كده، أعلى من اللي أنت فيه كمان. ولكن هتركز خارج الملعب وخارج الكورة، يبقى بدري بدري كده مستقبلك في السلام. ركز يا إمام. طبعا عودة وسام مهمة جدا 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 لخط هجوم النادي الأهلي، إن شاء الله يشارك في المباراة، وطبعا كله حسب رؤية مستر كولر. إن شاء الله يكون جاهز ويكون موجود من بداية المباراة. كهربا بديل، كهربا لازم تشتغل على نفسك شوية، يا كهربا لازم تتدرب على الفرص اللي انت بتضيعها بمنتهى السهولة دي، لازم تتدرب عليها وتظهر بمستواك الحقيقي. طيب، دي اخبار النادي الاهلي. كمان من اخبار النادي الاهلي هنتكلم طبعا القرعه بكره، كاس العالم للانديه 2025، ويسافر الاستاذ خالد مرتجي. الخطيب طبعا كابتن الخطيب ما قدرش يسافر، ونتمنى له الشفاء ان شاء الله، الوعكه صحيه لاصابته. والقرعه بكره ان شاء الله يوم الخميس، ولكن هنقول لكم تصنيف الفرق، عشان في ناس بس طلعت تتريق على تصنيف النادي الاهلي وازاي الاهلي في المجموعه او في التصنيف الثالث. الفرق دي او بعض الناس اللي بتتكلم دي وبتتريق، الناس دي اساسا ما شمتش كاس العالم، متعرفش طريق كاس العالم فين. كل اللي يربطهم بكاس العالم ان هم بيلبسوا تيشيرتات الفانلات المنافسه للنادي الاهلي عشان يشجعوه بس، وفي الاخر طالعين يتريقوا على تصنيف النادي الاهلي. هقول لكم التصنيف وهتعرفوا يعني ايه التصنيف الثالث، تعرفوا التصنيف الاول في مين والتصنيف الثاني في مين والرابع اللي بعد الاهلي في مين. طيب، في التصنيف الاول جه طبعا مانشستر سيتي وريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، اسمعوا الاسامي: باريس سان جيرمان، فلامينجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفر بلات الارجنتيني، وفلومنسي البرازيلي. ده المجموعه او التصنيف الاول. شفتوا الفرق اللي في التصنيف الاول عامله ازاي؟ التصنيف الثاني تشيلسي، تاني
تاني وبأكد: تشيلسي، بروسيا دورتموند، انتر ميلان، بورتو، اتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، سالزبورغ. ده التصنيف التاني. التصنيف التالت اللي فيه النادي الأهلي: النادي الأهلي المصري، النادي الأهلي المصري من مصر، المصري من مصر، الهلال السعودي، أولسن هيونداي الكوري، الوداد المغربي، مونتيري طبعا المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي اللي هيلاعب باتشوكا مباراة تحديد أو في مباراة نصف النهائي أو ربع النهائي عفوا. والفائز من باتشوكا وبوتافوجو هيلاعب النادي الأهلي يوم 14، والفائز ان شاء الله هيلاعب ريال مدريد في النهائي. ان شاء الله نتمنى وجود النادي الاهلي في النهائي باذن الله، وبالتوفيق لرجاله النادي الاهلي. طبعا الفريقين باتشوكا وبوتافوجو ده فريقين في منتهى القوه، في منتهى القوه الاتنين، وهنشوف كوره وهنشوف اداء رائع وممتع ان شاء الله. الاهلي باذن الله يقدر يتخطى العقبه دي عشان يحقق حلم كل جماهير النادي الاهلي بتواجده في المباراه النهائيه لبطوله الانتركونتيننتال. المجموعه الرابعه اللي بيتريقوا على الاهلي طبعا: اوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الاماراتي، ترجي التونسي، صن داونز الجنوب افريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل ساوندرز، واوكلاند سيتي، وانتر ميامي. انتر ميامي الامريكي اللي هو منظم البطولة موجود في التصنيف الرابع. بس كلمة للناس بس اللي هي مش عاجبها تصنيف النادي الاهلي او بتتريق على تصنيف النادي الاهلي: ادخل حضرتك كاس العالم، اتفضل روح كاس العالم وورينا هتعمل ايه في كاس العالم، ورينا تصنيفك هيكون الكام. تصنيفك اساسا على مستوى القارة في الديل تحت القارة مش على مستوى العالم. ما يطلع النادي الاهلي الثالث في التصنيف الثالث على مستوى العالم ده انجاز كبير. النادي الاهلي اللي حضرتك مش عاجبك ده هو نادي القرن الافريقي، هو الفريق الاكثر حصولا على البطولات على مستوى العالم، نمبر 1. والفريق الثاني في بعد ريال مدريد طبعا في الحصول على البطولات الدولية او البطولات الاقليمية او البطولات القارية. ده النادي الاهلي وده تصنيف النادي الاهلي. فقبل ما تتكلم عن النادي الاهلي لازم تقف كده احترام وتعرف انت بتتكلم عن مين. النادي الاهلي ده هو الفريق الوحيد اللي مشرف مصر، الفريق الوحيد اللي رافع علم مصر، الفريق الوحيد اللي معرف العالم كله مصر، الفريق الوحيد اللي بيجيب انجازات وبطولات ليه ولمصر. لما بيذكر اسمه في اي بطولة بيقول النادي الاهلي المصري، النادي الاهلي المصري.